الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البزيزه. مقاديرها: بيضتين، نص كوبايه زيت، كوبايه سكر، كوبايه حليب، واحد فانيليا. الحاجات دي السايله دي اللي هي هضربها في الخلاط، كل ده في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا البيضتين اهم، باكل فانيليا، حطينا كوبايه السكر، نص كوبايه الزيت، كوبايه الحليب، حط حوالي معلقه خل صغيره، مش حوالي، هي معلقه صغيره اهي. بس هضرب كل ده في الخلاط وارجع لكم تاني. هو ده كده شكل دقيق البسيسه اهو، في اي سوبر ماركت هتلاقيه، يا اما مع الناس البياعين اللي بيبيعوا الجبنه والبيضه هتلاقيه برضو. معايا بقى كوبايتين دقيق بسيسه وكوبايه دقيق ابيض، ولازم تضاف عليها دقيق ابيض لان البسيسه دقيقها بيبقى تقيل. انا بقى هنخلهم على بعض، هنخل الدقيق ده على ده. نخلت الدقيق الابيض على دقيق البسيسه، لازم تحطي عليه دقيق ابيض لان دقيق البسيسه بيبقى تقيل لوحديه مش هينفع، لازم يزداد بالدقيق ابيض. محدش يعمله كده ابدا لوحديه، عشان انا بشوف ناس بتعمله لوحديه لا تبقى تقيله البسيسه. هحط عليهم باكو بيكنج باودر، باكو كامل، عندي هنا ذره ملح صغيره، وربع معلقه كربوناتو. والكربوناتو حلوه، بتخليها هشه وحلوه. بس هقلبهم بقى في بعض وهضيف عليهم السوائل اللي انا عملتها. هحط بقى السوائل اهو على الدقيق اللي انا عملته. بسم الله الرحمن الرحيم. هضربه كويس كده على اتجاه واحد، زي ما تكوني بتعملي الكيكه بالظبط. هي زي الكيكه بس الكيكه ليها طعم والبسيسه ليها طعم. بل البسيسه بيبقى طعمها احلى يعني. ضفت لها حبه لبن تاني اهم، يعني حوالي ايه، اقل من ربع كوبايه، عشان لقيتها تقيله شويه. جبت الصينيه بتاعتي اهو، بطنتها بالزيت وعفرتها بحبه دقيق كده. انا معلش، انا قلت لكم ده دقيق بسيسه، ده اسمه دقيق ذره لان انا دخت عليه وانا بشتريه، محدش كان عارفه حتى في السوبر ماركت. اهو اسمه دقيق ذره بتاع البسيسه، وده طبعا الدقيق الابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيتها في الصينيه، انا مشغله الفرن من قبليها على 180 اهو، اهزها كده اهو. بس ادخلها الفرن، هتقعد بقى من 25 دقيقه ل 30 دقيقه. هقول لكم قعدت قد ايه بالظبط. صينيه البسيسه بعد ما طلعت من الفرن اخدت نص ساعه زي ما قلت لكم، حسب الفرن بتاعك برده. بصوا تسويتها جميله ازاي.